ازيكم يا اصحابنا؟ عاملين ايه؟ اللهم اللهم صل صل وسلم وسلم وبارك وبارك على على سيدنا سيدنا محمد محمد. صلى الله بصوا عليه الاكل وسلم. الجميل ده، انا عندي حفلة قرآن النهاردة. علي وماما صوتك عشان تسمع أصحابك كويس. وماما عملت لي البيتزا دي، بس شايفين. والنهاردة يا أصحابنا عنده حفلة قرآن إن شاء الله بإذن الله. الحفلة دي كانت لإيه يا أدم؟ لامتحان آخر السنة، اه، صح؟ بصوا طريقة ازاي يا جماعة. فالشيخة بتاعتهم قالت لهم إيه، كل واحد يقدر يعمل حاجة، المهم ما تكلفوش أولياء الأمور، يعني ربنا يجزاها خير الشيخة بتاعتهم. فكل واحد عمل حاجة في البيت، اللي هيعمل كيكة واللي هيعمل فشار. أنا حبيت أعمل لهم يعني بحاجة بسيطة كده، بيتزا عندي في البيت، يعني من غير ما نشتري حاجة من بره، يعني هي إيه هتبقى موفرة شوية عن بره. بصوا جميلة. ان شاء الله ادم هياخدها، هحطها له كده كويس في كيس وياخدها يروح بيها دلوقتي ايه القرآن ان شاء الله. ايه رأيك يا ادم فيها؟ انا يا جماعة عايزة ادوقها. ان شاء الله هخلي لكم البيت، ان شاء الله تاكلوها هنا في البيت. يا رب الحفلة تبقى كويسة، وعقبال يا رب كلكم كده تحفظوا قرآن، وربنا يكرمكم ويبارك لكم كده ببركة القرآن ان شاء الله. ايه يا حبيبة، مش عايزة تقولي حاجة؟ اكيد ان شاء الله انت التانية هيعملوا لك حفلة. بس في شيخات بدل انا ما كنت عايزة ادوق الصوص. انا بصراحه ما كانش عندي صلصه البيتزا وما عملتوش في البيت، فعشان بسرعه ما ما عندكيش اخلوش صوص اللي تخليني يتاخر. ادوق. عشان ما اخلوش يتاخر رحت عملت لهم ايه، عملتها لهم بالكاتشب، حطيت لهم عليها حبه ملح كده صغيره، وبصل بودره وتوم بودره، بصوا يا جماعة، انا خدت الحتة اللي وعملتها لهم تحت دي زي دقة. صلصه البيتزا. وبعد كده حطيت طرية لهم جدا. الحشو بألف هنا وشفا، بس يا رب يلحق يروح فيها بسرعه. يعني عشان تلحقوا تاكلوهم ما تنشفش. ما احنا هنبدأ للأسف الحفل الساعة 5. خلاص ان شاء الله باذن الله، انا هحاول احطها لهم في صينيه كده وفي كيس، يا رب بس ادم يعرف يشيلها. ايه يا حبيبه، حبيبه زعلانه عشان كده عايزه تاكل منها. انا والله هعمل لها دلوقتي تاكلها هنا في البيت، بس دول على قد العدد. يلا بسرعة الحفلة هتبدأ. ادم بيقول لي يلا بسرعه. على فكره الناس اللي كانت حبيبتنا صاحبتنا اسمها ايه يا حبيبه؟ شيماء. شيماء. شيماء كانت عمالة تطلب مننا تحدي الأندومي، والله أنا إن شاء الله بإذن الله هخليهم يعملوه، بس هنعمل الأندومي العادي مش الحور عشان ده غلط وهنحط التوابل بتاعة بيسبب في أذية الاندومي، ناس لكن كتير. خلاص ماشي، إن كلي شاء مفيش الله حاجة. هنعمله، والله إن شاء الله بإذن الله هنعمله. احنا جبنا الاندومي يا جماعة، بس أيوه بس مستنيين يعني وقت مناسب هنعمله عشان نعمله. ونصوره، يعني ما كانش واحنا في وقت بنشكر والله اللي احنا نصوره. البنت اللي فكرتنا ده بتحدي اسمها الاندومي ده. شيماء، يا حبيبة بتشكرها قوي، احنا بنحبها برضو، بنحب أصحابنا كلهم. ويلا ان شاء الله بالتوفيق يا ادم، ويا رب تكون حفلة والله يا كويسة. وعقبالكم كلكم يا اصحابنا ان شاء الله، يعني عقبال ادم كده وحبيبة وكل الناس كده تختم القرآن الكريم بإذن الله. يلا نقول لاصحابنا باي ايه؟ باي. مع السلامة. نشوفكم على خير بعد الحفلة ان شاء الله، مع السلامة.